تعطي لكن بقدر ما تتلقى، فالعطاء الزائد يعلم الآخرين الأخذ دون مقابل. عش حياتك بإيجابية وتفاؤل بكل يوم. ابتسم، السعادة تبدأ من داخلك. لراحة قلبك اغمره بالإيمان وطاعة الرحمن. ابتعد عن القيل والقال وما يؤدي إلى التفكير السلبي. عش يومك، في المستقبل بيد الله والماضي قد مضى ولن يعود. ضع نفسك في المقدمة فأنت تستحق أن تكون الأول. ابتعد عن العلاقات السامة التي لا تضيف لحياتك شيئا. ارسم حدودك فأنت ليس متاحا للعالم طوال الوقت. تذكر أن بين البشر اختلافا في الفكر، في الطبقات الاجتماعية، في العلم. هكذا خلقنا وهكذا نكمل بعضنا. ركز على أهدافك لا على أهداف الغير. عامل الإنسان كما هو لا كما تريد أن يكون. لا تتمسك بما مضى، فبعض العلاقات خلقت لتنتهي. ضع في بالك أن الحياة تتغير والأشخاص يتغيرون والعالم برمته يتغير. وقبل أن نشرب كوب الشاي وتنتهي حلقتنا في بودكاست قصة وشاي، تذكر دائما لا تؤجل الكلمات الجميلة، لا تؤجل الحب. قل لمن تحب أنك تحبه قبل أن يرحل الحب أو يرحل من تحب.